ده سؤال صعب ومختلف جدا من حالة للتانية حسب تفاصيل الحياة. الزوج شايف ده معاكي ولا لأ؟ انتوا عايشين معاهم ولا لأ؟ اتبنت العلاقة على ايه من الأول في الأساس؟ فصعب ان تبقى إجابة عامة، ولكن خلينا نقول ان في 3 خطوات بناخدهم بالتدريج. أول حاجة أطمن خوفهم، تاني حاجة أفتح قلبي واصبر، تالت حاجة الهجر الجميل. أطمن خوفهم في معظم الأحيان اللي الأهل بيتدخلوا تدخل شديد بعد ما بنتجوز أو بيكون ليهم وجود زيادة، ده بيكون أساسه خوف من الفقد، خوف من انتهاء دورهم، بنسميها في علم النفس empty nest syndrome، خوف ان العشر يفضى عليا وما بقاش ليا دور. وده طبعا بيختلف من شخص للتاني حسب هو قد ايه استثمر في ولاده ولغى اجزاء تانية من حياته او كان عامل اتزان. فبحاول اشركهم في حياتي بالقدر اللي يناسبني، بحاول اسالهم واخد رايهم، بحاول اطمنهم ان الابن ده مش هيبعد عنهم بسبب وجودي، على امل ان مع الوقت يطمنوا ويبتدي طاقتهم دي تخرج في اماكن تانية ونعدي المرحله دي بسلام مع بعض. تاني خطوه لو ده ما اتحققش، افتح قلبي واصبر، احاول افهمهم، احاول اتواصل معاهم، احاول اقول لهم ده مناسبني ده مش مناسبني، طب ازاي ارضيكوا بس في نفس الوقت اقدر اخد قرارات مناسبه في حياتي. افهم مره واثنين و10 واصبر قدر الامكان. لو الخطوتين دول ما جابوش نتيجة وابتديت أحس إن مستوى صبري ورحمتي بيهم قل، يبقى أهجر هجر جميل، هجر ما فيهوش قطيعة، ما فيهوش أذى، ما فيهوش وجع، أضيق مساحة العلاقة ومساحة المعلومات اللي ممكن تكون بتوصل لهم عشان أتمسك وحافظ على القدر اللي باقي بيني وبينهم، يبقى في سلام ورحمة على قد ما نقدر.